السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا احكي يا فنان. النهاردة بنستكمل سلسلة حلقاتنا عن نجوم ورواد السينما المصرية، ونجمنا النهاردة هو الفنان عباس فارس. ولد عباس فارس في القاهرة في 22 إبريل سنة 1902، وزي معظم الأطفال لما كنت تسأله نفسك تطلع إيه لما تكبر يقول لك ظابط. إنما الحكاية بالنسبة ليه ما كانتش مجرد أمنية عشوائية لطفل بيقول زي الأطفال ما بيقولوا، هو فعلا كان عايز يبقى ضابط سيادة اليوزباشي عباس فارس. إنما في عقبتين، الأولى إزاي ابن الدرب الأحمر اللي من بيئة متوسطة أو أقل من متوسطة هيقدر يدخل مدرسة البوليس، إنما دي عقبة هينة شوية. التانية والأصعب إنه كان تلميذ بليد، مش واضح إنه هيقدر يكمل في العلام أصلا، فمنين هيقدر يروح الشرطة؟ بنص التفكير ده والحيرة ومحاولة بذل أكبر جهد علشان يعدي الحواجز في سبيل حلمه، حصلت حاجة غريبة غيرت له الحلم نفسه من جذره وخلقت عنده حلم تاني خالص. ما كانش عباس فارس لسه احتك بأي حاجة ليها علاقة بالفن، يمكن ما سمعش عنه أساسا، لسه ما فيش سينمات، وابن الدرب الأحمر ما سمعش عن المسرح ولا يعرفه من أساسه. المدرسة خدتهم في رحلة للمسرح يتفرجوا على روايات عالمية، فصاحبنا حب من أول منظر وقال هو ده أنا ممثل. ما كانش فيه صعوبات بالنسبة ليه، صوته كان مميز جدا، كمان تكوينه الجسماني وملامح وشه. صحيح صوته مش جميل بالمرة، لكن مميز جدا، خصوصا في أدوار الشر بمقاييس العشرينات ومفاهيمها. فرقة عزيز عيد ضمته، اشتغل معاها شغل شكسبير، مكبث وعطيل والحاجات دي. بعدين لقطوا الريحاني واشتغل معاه في فرقته، وعاش حياة فنية متوازنة ومستقرة. عباس فارس لو مش عارفه هو ناظر الوقف المختلس مع نجيب الريحاني في فيلم أبو حلموس، والمشهد الشهير بتاع حضرة المحترم مؤنس أفندي ياقوت مرسل لكم طيو كشف بمبلغ 92 جنيه و17 قرش و3 مليم عن قيمة ما صرف في بياض الغرفة البحرية بمنزل حارة أواوير. وطبعا كان رد نجيب الريحاني عليه ساعتها ليه دهنتوها بإيه؟ لبن زبادي؟ وهو العز بن عبد السلام الذي لا يخشى في الحق لومة لائم في وائس لماء، قصة الرائع علي أحمد بكثير وبطولة كل نجوم مصر. والجد في الزواج على الطريقة الحديثة، وده صراع ما بين القديم والحديث، والصراع ده هيبقى دائم ما دامت الحياة. والمعلم كامل عطية أبو ليلى فوزي في ليلى بنت الشاطئ مع محمد فوزي، والحاج حسين عربج الحنطور في أشجع رجل في العالم مع أمين الهنيدي، ورضوان باشا الظالم في فيلم الوحش مع أنور وجدي ومحمود المليجي، والمحامي المحتال سامي في فيلم المليونير الفقير مع إسماعيل ياسين وفايزة أحمد. أكيد كده عرفناه، نرجع بقى لبقية الحكاية. مصيبة عباس فارس كانت في مراته، هو كان متدين لأقصى حد. سنة 32 راح لندن، قابلها، حبها، حبته، عرض عليها تدخل الإسلام، وافقت، اتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا، بس مش صبيان وبنات، خلفوا ولد واحد اسمه جمال فارس. كريز في حماتي قنبلة ذرية، واحد من أفلام قليلة قدمها قبل ما يتجوز باربرا اللي كانت مرات رشدي أباظة، ويسافر معاها ويعيش في بريطانيا ويعملوا شركة إعلانات لحد ما يموت سنة 1983. أمال فين المصيبة في مرات عباس فارس؟ ما هي الحياة لما تبقى سعيدة كده بيبقى الفراق أصعب، والفراق بالموت أصعب وأصعب. ماتت وسابته، فحزن بعدها جدا. من كتر ارتباطه بيها راح خطب أختها اللي ما كانتش اتحولت للإسلام، وفضل وراها لحد ما أسلمت واتجوزها، وخلف منها ابنه التاني إسلام فارس. إبليس السينما المصرية في فيلم هجرة الرسول اللي أوعز للكفار إنهم يجمعوا 40 شاب علشان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفرج دمه بين القبائل. كمان هو فيلسوف الإذاعة في برنامج قال الفيلسوف مع سميرة عبد العزيز وسعد الغزاوي صديق عمره. إسلام تخصص في الأعمال الدينية في السينما والتلفزيون والإذاعة. عباس فارس أعلن في حوار أدلى بيه لمجلة آخر ساعة سنة 1958 إنه غير راضي على المستوى اللي وصل إليه الفن في الفترة دي، وأرجع السبب إن معظم الفنانين دخلوا الفن من باب السينما دون المسرح، وهو أبو الفنون، علشان كده انحدر مستوى الأداء وتأسف على المشهد الفني. فجه عنوان المنشط في آخر ساعة كلهم مهرجين، إشارة للفنانين الجدد في الفترة دي. فترة إيه؟ 1958. أمال لو كنت عايش دلوقتي يا عم
عباس وشفت المستوى اللي وصل إليه الفن دلوقتي وسمعت لغة الحوار اللي بقت في الأفلام أكيد كنت هتنبهر، ومش بعيد كنت تحاول تنتحر. عباس فارس اللي لقبه النقاد بغول التمثيل ما صابوش اللي بيصيب الفنانين زي حالاته من مرمطة وبهدلة، وفضل يشتغل لحد أواخر أيامه، وكان آخر أفلامه فيلم العنيد سنة 1973 مع فريد شوقي وناهد شريف. وبعدها بحوالي 4 سنين توفي عباس فارس في منزله بالعباسية، وبالتحديد في 13 فبراير سنة 1978 عن عمر يناهز 76 سنة. خلصت حكاية عباس فارس ومع تخلص حلقتنا النهاردة، لكن حكاياتنا لسه ما خلصتش. وقبل ما نختم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير كمان. واستنوني ان شاء الله ويوم جديد ونجم جديد وحكاية جديدة. احكي يا فنان.